هتفتكروني ان انا ببالغ لو قلت لكم ان انا بعملها احلى من المطاعم بكتير. هعمل معاكم النهارده التوميه السوري، هعملها لكم بطريقه خطيره خطيره، وهعملها لكم كمان سبايسي. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نعمل لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. اول حاجه معايا هنا 3 معالق كبار من النشا، هنزل عليهم بكوبايه ونص من الميه الساقعه، عادي تكون من الحنفية، عادي مفيش مشكلة خالص. وهبدأ كده اقلبهم كده مع بعض. اوعي تحطي مية سخنة، لانك لو حطيتي مية سخنة النشا هتتكتل منك وهتبوظ تماما تماما. هبدأ كده اخدهم كده على النار، وايدي طبعا فيهم، انا مش هشيل ايدي خالص عشان الخليط ما يتكتلش. هنا بدأت تتقل معايا كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان المقدار ده مظبوط جدا، اللي هو ال3 معالق دقيق عليهم كوبايه ونص من النشا. هبدأ اقلب فيهم كده كويس. ههدي النار بقى في الوقت ده علشان انا عايزه النشا تستوي، لان لو شلتهم على طول الخليط ده يبقى فيه طعم النشا، ومهما نعمل نكمل باقي الوصفه هتبص تلاقي الطعم مش حلو خالص. هسيبها بس حوالي دقيقتين 3 كده لعند ما النشا تستوي معانا، وبعد كده هشيلها من على النار. هنا كده خلاص كانت استوت معايا، هشيلها بقى. وتعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. عايزه اوريها لكم. بصوا الخليط بيبقى شفاف جدا يا جماعه بالشكل ده، ما بيبقاش ابيض كده متكتل. دي كلها علامات انا بقولها لك عشان تتاكدي ان انتي ماشيه مظبوط. هبدا كده اجيب طبق كده وافرد فيه خليط النشا ده. انا عايزاه يبرد تماما تماما، ما ينفعش خالص نستخدمه وهو سخن. لو استخدمناه وهو سخن الخليط هيفصل مننا، مش هتبقى طوميه خالص. هنا كده خلاص بعد ما برد، بصوا بقى بيلمع ازاي. الخليط بتاعنا شفاف وبيلمع كده معانا. هاخده بقى كده في الخلاط. تقدري عادي تعمليه في الهاند بلندر، بس انا بصراحة بحب نتيجة الخلاط بتكون افضل كتير. معايا هنا 3 فصوص من التوم كبار، ومعايا هنا علبة من الزبادي كبيرة هاخد نصها. لو عندك علبة صغيرة يبقى تمام قوي. هنزل هنا بليمونة معصورة، وهظبط طبعا الملح. ومعايا هنا نص كوباية من الزيت. هاخد الخليط ده كده على الخلاط وابدأ اضرب فيه كده في الاول كده. انا عايزاهم بس كده يتجانسوا مع بعض قبل ما نحط المكون الاخير. معايا هنا بقى كوباية من المية الساقعة، يفضل طبعا ان هي تكون ساقعة. هبدأ انزل كده بحوالي كوباية الا ربع كده في الاول، واستمر كده في الضرب. هتلاحظي بقى في الوقت ده ان النشا كده بدأت تفك معانا وبدأت تنعم معانا. انا هنا بقى لقيت الخليط ان هو محتاج مية كمان، هبدأ انزل بباقي كمية المية. يبقى اخدت معايا كوباية مية كاملة. هبدأ كده اضرب كويس الخليط لعند ما ينعم معايا ويبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هنا بقى الخليط بقى عامل معايا ازاي، بقى ناعم جدا وكريمي جدا جدا جدا. بصوا بقى الشكل بتاعنا عامل ازاي، هو ده بالظبط الشكل المطلوب. ولسه كمان لما يدخل التلاجة ويبرد هيبقى خطير خطير خطير. هنا بقى انا سبت جزء كده من التومية، لاني انا كنت عايزة اعمل شوية سبايسي. هبدأ احط عليها معلقة من هريسة الشطة اللي احنا عملناها مع بعض، واضربها في الخلاط. هتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها بيبقى حلو جدا جدا السبايسي دي يا جماعه، انا عايزاكم تجربوها هتعجبكم قوي. بتبقى حلوه كمان في سندوتشات البطاطس والشاورما، بصراحه بتبقى خطيره. وهنا بقى التوميه بتاعتنا وهي كانت لسه دافيه كمان، لما بتدخل التلاجة وتبرد بتبقى متماسكه جدا وبتبقى حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان ال3 معالق نشا عملوا معانا كميه التوميه دي. بصراحة كمية كويسة جدا جدا. تقدري طبعا تحفظيها في التلاجة، بتقعد معاكي لمدة اسبوع. لو خدتي منها تاخدي بمعلقة نظيفة مش هيجرى لها اي حاجة.
عايزاكم بقى تجربوا طريقتي في التومية، وانا واثقة ومتأكدة ان هي هتعجبكم. لو وصلتوا معايا بالفيديو لعند هنا يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، وهستنى منكم كومنت حلو تقولوا لي ايه رأيكم في وصفة النهاردة، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.